في يوم السبت 26 إبريل سنة 1986 وقعت حادثة خطيرة في مدينة بريبيات شمال أوكرانيا، واللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي في الوقت ده. الحادثة دي تعتبر أسوأ انفجار نووي عرفته البشرية على سطح الأرض، ضحايا ومصابين بالآلاف ويمكن بالملايين، وتهجير قسري لعشرات الآلاف من السكان. انفجار محطة تشيرنوبل للطاقة النووية. تعال أحكي لك الحكاية من أولها. كارثة تشيرنوبل تصنف عالمياً كأسوأ كارثة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي عرفتها البشرية حتى الآن، وتم تصنيفها كارثة نووية من الدرجة السابعة. حصلت الكارثة دي في المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية. المحطة دي بتتكون من 4 مفاعلات نووية، كل مفاعل بينتج حوالي 3200 ميجا وات من الطاقة. والمفاعل النووي ده عبارة عن وحدة إنتاج طاقة عن طريق تفاعلات الانشطار النووي المتحكم فيها. الانشطار ده هو نفسه التفاعل الانشطاري المتسلسل اللي بيحصل في القنابل النووية، لكن الفرق إن في المفاعل بيتم التحكم في التفاعل المتسلسل علشان ما يخرجش عن السيطرة، أما في القنبلة النووية بيحصل التفاعل بدون تحكم، اللي بيؤدي في خلال ثواني من بداية التفاعل لحدوث الانفجار النووي. طبعا كمان مع اختلاف درجة نقاء اليورانيوم المستعمل في المفاعل عن المستعمل في القنبلة النووية. المهم نرجع لموضوع المفاعل وإنتاج الطاقة عن طريق التفاعل المتسلسل لانشطار اليورانيوم، واللي بيولد درجة حرارة عالية جدا بيتم توجيهها لتسخين المية لدرجة التبخر. بعد كده بيتم ضغط البخار الناتج وتوجيهه إلى توربينات متوصلة بمولدات الكهرباء علشان في الآخر يتم إنتاج الكهرباء من المولدات العملاقة دي. طبعا المفاعلات النووية دي بينتج عن عملية التفاعل داخلها حرارة عالية جدا، والحرارة دي لازم لها تبريد سريع وإلا يحصل انصهار لقلب المفاعل اللي هو اليورانيوم، واللي هيؤدي لانفجار المفاعل كله، وهو ده بالظبط اللي حصل. كان من المقرر إنه يتم عمل اختبار لوحدات التبريد في المفاعل رقم 4 في حالة انقطاع التيار الكهربائي الخارجي. يعني بالبلدي كده هنعمل اختبار نشوف إيه اللي هيحصل لو الكهرباء الخارجية اللي بتشغل وحدات التبريد اتقطعت لأي سبب بطريقة مفاجئة. طبعا كل حاجة المفروض كان معمول حسابها، لأن هنا الغلطة بفورة، يعني زي ما بيقولوا تعويرة الوش ما فيهاش معلش، وسواق القطش ما يغلطش، وإن غلط ما يتعوضش. نرجع بقى لاختبارنا بتاع المفاعل. كان المفروض إن الاختبار ده يتم في المناوبة النهارية ليوم 25 إبريل سنة 1986، وبالفعل بدأ طاقم المهندسين في تخفيض مستوى طاقة المفاعل للنص، وكمان تم تعطيل نظام تبريد الطوارئ، وده للاستعداد لعمل الاختبار. وفي حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر في نفس اليوم طلبت وحدة التحكم في الشبكة الكهربائية في أوكرانيا تأجيل خفض إنتاج طاقة مفاعل تشيرنوبل، لأن في محطة طاقة محلية تانية توقفت عن العمل بصورة مفاجئة. وطبعا ده هيأثر على إمدادات الكهرباء في العاصمة كييف في وقت ذروة الطلب المسائي على الطاقة. بالفعل تم تأجيل الاختبار، لكن ما تمش تشغيل نظام تبريد الطوارئ مرة تانية. الساعة 11 بالليل سمحت وحدة التحكم في الشبكة الكهربائية بإجراء الاختبار وإيقاف تشغيل المفاعل. خد بالك المفروض إن الاختبار ده كان هيتعمل في المناوبة النهارية للمفاعل، واللي فيها عدد كبير من المهندسين اللي كفاءتهم عالية وعندهم خبرة، واللي هم أصلا كانوا مستعدين لإجراء الاختبار. ونتيجة للي حصل من تأخير اضطروا مهندسين المناوبة الليلية لعمل الاختبار بنفسهم، وهم أصلا ما كانوش متدربين على كده. كل اللي كان مطلوب منهم هو الحفاظ على أنظمة التبريد للحرارة اللي بتخرج نتيجة إبطاء عمل المفاعل. يعني تقريبا كده المحطة متوقفة وعليهم تبريد قلب المفاعل باستمرار. المهم تم خفض إنتاج الطاقة تدريجيا لحد مستوى 700 ميجا وات، ومع انخفاض عمل المفاعل
بترتفع درجة الحرارة داخل القلب، وبيخرج منتج ثانوي لعملية الانشطار اللي هو التفاعل التسلسلي عبارة عن الزينون 135. في الوضع العادي لتشغيل المفاعل بيتفاعل الزينون ده ويمتص النيترونات اللي ناتجة عن عمليات الانشطار المستمر. بعد التفاعل وامتصاص النيترونات بيتحول الزينون 135 إلى الزينون 136، وده عنصر عالي الاستقرار ومش بيتفاعل ولا بيسبب أي مشكلة. ونتيجة بقى للوضع اللي مش عادي اللي هو تباطؤ عمل المفاعل ونزول مستوى الطاقة لأقل من 700 ميجا وات، الزينون 135 تراكم داخل قلب المفاعل وما لقاش نيترونات يمتصها ويتفاعل معاها علشان يتحول للزينون 136 الآمن والمستقر. المهم الزينون تراكم والحرارة ارتفعت، ونتيجة لوقف عمل نظام تبريد الطوارئ من المناوبة الصباحية وانقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن المفاعل لإتمام عملية الاختبار، فكان المفروض إن المولدات الاحتياطية تشتغل في خلال 15 ثانية على أقصى تقدير، ولكنها للأسف اشتغلت بعد حوالي 70 ثانية تقريبا من انقطاع التيار، والتأخير ده أثر على مضخات تبريد المفاعل اللي برضه اشتغلت متأخر حوالي دقيقة كاملة. انت واخد بالك احنا بنتكلم في ايه؟ في 15 ثانية و60 ثانية، دقيقة ودقيقة وربع، يعني بالنسبة لأي حد كلام فاضي، لكن بالنسبة لتفاعل نووي دي كارثة. المهم مع كل التأخير ده وتعطيل أنظمة التبريد ومولدات الديزل الاحتياطية ارتفعت حرارة قلب المفاعل، وطبعا مع قلة خبرة وكفاءة المناوبة الليلية وترددهم في اتخاذ القرار بسرعة بدأ قلب المفاعل بالانصهار، وطبعا ما كانش قدام المهندسين إلا وقف عمل المفاعل تماما وإيقاف عملية التفاعل المتسلسل والانشطار. وعلشان نعمل كده بيتم إدخال قضبان من الجرافيت داخل قلب المفاعل في قنوات مصنوعة مخصوص لنزولها لإيقاف التفاعل نهائيا. وبسبب التأخير والتردد وارتفاع الحرارة لدرجة انصهار القلب حصل إعوجاج في قضبان الجرافيت وما نزلتش في القنوات المخصصة ليها لإيقاف عملية التفاعل. وأخيرا في تمام الساعة 1:23 دقيقة بعد منتصف ليل 26 إبريل سنة 1986 انفجار المفاعل وانطلاق سحابة من الدخان والمواد المشعة والنيران في السماء لمسافة كيلومتر. وبعد عدة انفجارات متتالية انطلقت سحابة قاتلة من الإشعاعات النووية وانتشرت في أوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا. وبعدين اتقسمت السحابة النووية بفعل تيارات الهواء إلى 3 سحابات وحملتها الرياح إلى بولندا والنرويج والسويد والتشيك وألمانيا وأخيرا رومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا. اتسببت الكارثة دي في وفاة 31 من العاملين في المفاعل ورجال الإطفاء فور وقوع الانفجار. وبعده بشهرين قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى بسبب الحادث ب4000 شخص، في حين قالت السلطات الأوكرانية إن عدد الضحايا لا يقل عن 8000 شخص. وشككت منظمات دولية في الأرقام دي وتوقعت وفاة ما بين 10,000 إلى 90,000 شخص نتيجة التلوث الإشعاعي وإصابتهم بسرطان الغدة الدرقية. بعد الانفجار السلطات الروسية اللي هو الاتحاد السوفيتي سابقا قرر انه يعتم على الحادثة وكمان تعامل مع الانفجار على انه حادث عادي، وبعت رجال المطافي علشان يطفوا الحريق الناتج عن الانفجار على انه حريق مش انفجار نووي. لكن اللي كشف حجم الكارثة دولة السويد لما لاحظت وجود مستويات عالية من الإشعاع في سماء البلاد واللي ظهر بعد 36 ساعة من انفجار مفاعل تشيرنوبل. وقالت السلطات السويدية ان في انفجار نووي وتسرب إشعاعي داخل أراضي الاتحاد السوفيتي، واللي اضطرت معاه السلطات السوفيتية إلى إعلان الحقيقة ولكنها كانت منقوصة. قالت في حريق بسيط في مبنى المفاعل رقم 4 داخل محطة تشيرنوبل وتم السيطرة عليه. التعامل ده كان ليه آثار كارثية على المنطقة كلها. كمان التأخير في عمليات إجلاء المواطنين من مدينة بربيات الأوكرانية زود عدد المصابين والضحايا نتيجة التلوث الإشعاعي. أخيراً أعلنت السلطات في أوكرانيا إن منطقة تشيرنوبل منطقة منكوبة وتم إجلاء المواطنين من دايرة محيطة بالمحطة لمسافة 30 كيلومتر. وصل عدد اللي تم إجلائهم أكتر من 100,000 شخص. وكمان شملت الإجراءات اللي نفذتها حكومة كييف في أوكرانيا دفن وتغليف المفاعل رقم 4 بالخرسانة المسلحة.
لمنع تسرب المزيد من الإشعاعات، لكن غلاف الخرسانة ده حصل فيه تشققات نتيجة استمرار التفاعلات والحرارة العالية، فتم بناء غلاف إضافي من الفولاذ كلف وقتها مليار دولار، وانتهى العمل منه في سنة 2016. أشارت إحصائيات رسمية لوزارة الصحة الأوكرانية إن حوالي 2.3 مليون شخص من سكان البلاد ما زالوا بيعانوا لحد دلوقتي بأشكال مختلفة من كارثة تشيرنوبل، وكمان اتسبب الحادث في تلوث 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وروسيا البيضاء بالإشعاعات. بعد تسرب الإشعاع بوقت قصير من الانفجار تم قطع عدد كبير من الأشجار في الغابات المحيطة بسبب مستوى الإشعاعات العالية، وتم تسمية المنطقة المحيطة بالمحطة النووية بالغابة الحمراء، وده نتيجة لتحول الأشجار للون الأحمر من التلوث الإشعاعي. وأخيرا تم قطع كل الأشجار ودفنها في خنادق تحت الأرض. في بعض العلماء قالوا إن المنطقة المحيطة بالمحطة والمسافة 30 كيلو متر واللي أصبحت حرفيا مدينة أشباح هتفضل غير صالحة للحياة أرضا وسماء وهواء لمدة ما بين 2000 إلى 20,000 سنة. تفتكر هل سبب انفجار المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية هو خطأ في تصنيع المفاعل نفسه اللي مصنوع من نوع RBMK واللي معروف عنه عدم الاستقرار والاعتماد على طريقة قديمة في التشغيل وإيقاف التفاعل التسلسلي، ولا كان السبب ناتج عن تراكم أخطاء بشرية وقلة خبرة المهندسين الشبان في المناوبة الليلية واللي ما كانش أصلا المفروض إن هم يقوموا بإجراء الاختبار ده؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات.